1 مينت صغير هيك. لحظه اوقفوا، توقفوا، رحمه للكعبه توقفوا، ولكم لعبه يعني منتشره بهيك شكل مو طبيعي تصير بها هاي الشغلات. ترى ما جاي استوعبها انا صراحه، يعني لعبه وهيك تصير، يعني شكو شي ببالك. طبعا هسه انا غوشتها عليكم انه ما طلع الاشياء كلها، لان يسوون شغلات فوق ال 7100 مو زائد 18. مرحبا، شلونكم اموركم، احوالكم، صحتكم، عافيتكم، شكو معه. كل يوم رجعنا لكم فيديو جديد ومصيبه مصيبه 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 بمعنى الكلمه. وانا جاي اصفح لكم بالتيك توك، احاول اظهر لكم فيديوهات تليق بيكم وتونسكم وتضحككم. لقيت ترند بالتيك توك على اللعبه. اول ما طبيت للتيك توك اول فيديو عن هاي اللعبه، ثاني فيديو عن هاي اللعبه، ثالث فيديو عن هاي اللعبه، واستمرت تقريبا 15 فيديو يعني بالاكسبلور. يعني ترند مو طبيعي، يعني اللعبه ماخذه صدى واسع يعني فوق ما تتخيلون. واللعبه مسيئه لمجتمعاتنا ولتقاليدنا وللاسلام بحد ذاته، يعني فشي فوق ما تتخيلون. يعني هسه ما راح اسولف لكم، لما راح تشوفون الفيديوهات وتشوفون اللعبه شنو وضعيتها راح تتفاجئون اكثر. طبعا ما راح تحكي لكم اسم هاي اللعبه، لان ادري بيكم اكو بيهم فضوليين ويحبون هاي الشغلات الحقنبازيات والحبشكلات الدرنفيسيه، فما راح تقول لكم اسمها. وقبل كل شيء من بدايه الفيديو اللي اتمناه يعني اللي يعرفوها ومنزليها يعني يعرفون هاي اللعبه، لان راح تخرب عقولكم وراح تدمركم، وخاصه انه اغلب متابعينا انا مراهقين وباعمار صغيره، فراح تدمر مستقبلكم من هسه. يعني اللي منزلها خلي يحاول يمسحها ويعوفها، يشوف اكو العاب هواي روح العبهن، شكو على هاي اللعبه. واللي ما منزلها اللي اتمناه يعني من العوائل، يعني مثلا الكبار الاباء او الامهات، انه ينتبهون لاطفالهم من هيك شغلات ومن هيك لعبات. المهم ما اطول عليكم بالمقدمه، راح تشوفونه كله بالفيديو وتشوفون اهميه ومدى اساءه هاي اللعبه لمجتمعاتنا وللاسلام. قبل لا نبدا بهذا الفيديو وتشوفون هاي اللعبه، اذا انت جديد على القناه طب اشترك بالقناه وفعل الجرس وخلي لايك وتعال. أنا جيت. Let's go to the beach, let's go get away. Beach, let's go get away. Let's go to the beach, let's go get away. Let's go. خير وبركة والله العظيم، خير وبركة صراحة، جدا خير وبركة. يعني شوف الملابس الهندسية اللي مستخدميها بهاي اللعبة. طبعا هسه هاي وضعية بسيطة جدا وملابس بسيطة جدا بالنسبة للفيديوهات والوضعيات اللي راح تعرض لكم اياها. شفت اللطافه والجماليه والوضعيه والرقص. طبعا انا متاكد هسه راح يجينا حضره الفهيمه اللطيف المتفلسف العظيم ويقول لي ترى هي رسومات عاديه. انتب لا اسطرك بال 44. واذا تجيني وتقول لي ترى هي لعبه مال كبار مو مال صغار، هم انتب لا اهفك بال 45 بال 770 اجيب لك نعال حجم عالي واهفك بيه. يا اخي هي لعبه يعني لما راح يشوفها الطفل وماخذ هذا الصدى الواسع وترند والعالم كلها منزلتها وما ادري ايش، راح يصير عنده فضول ينزلها. ولا نزلها هذا عقله راح يطير، راح يسافر، راح يهاجر الى غير مكانات. يعني لما راح يكبر على هيك اشياء انتهى فيلمه. هي لعبه لا صالحه لا للصغار ولا للكبار يا بشر. لحظة 1 مينت صغير هيك. لحظة اوقفوا، توقفوا، رحمة للكعبة توقفوا، ولكم لعبة يعني منتشرة بهيك شكل مو طبيعي تصير بها هاي الشغلات. ترى ما جاي استوعبها انا صراحة. يعني لعبة وهيك تصير، يعني شكو شي ببالك. طبعا هسه انا غوشتها عليكم انه ما طلع الاشياء كلها، لان يسوون شغلات فوق ال 7100 مو زائد 18 زائد 7 ملايين و700. يعني وضعية هاي مضرطة مو لعبة والله. ومن هنا تبدأ الكارثة العظيمة المصيبة الكبرى، انه مدخلين الحجاب. يا اخي الحجاب، بما انه الحجاب يعني شغلة خاصة بالمسلمين فقط ومدخليها بيس لعبة، اذا الهدف واضح والغاية واضحة والمن يردون يوصلون هم واضحة المعلومة. يعني بين كل شيء هسه حاليا. يعني
لعبة وبيها هاي الشغلات، انه بيها يعني مثلا هذا الرقص وهاي الشغلات الموزينة، يعني مثلا شغلات النفيسية والحبشكلات ذني اللي ما اقدر اعرضهن وما اقدر حتى اسولف بيهن، وجايبين الحجاب مخلينا بهاي اللعبة. يعني لازم انه انا طبعا ليش سويت هذا الفيديو، انه لازم تنتبهون، لازم يعني واحد مو بس على مود لعبه وها سوا وكلها نزلتها وقام تلعبها وبدون ما يعرف شنو هو الموضوع. وبنفس الوقت الآباء والأمهات رحمة للكعبة تابعوا أطفالكم، رحمة للنبي. يعني الوضعية جاي يزود عن حدها وجاي يخرط الوضع إلى أبعد درجة. يعني هسه اللعبة منين ما اريد اجيها، اريد اطلع لي مثلا شغلة وحدة زينة بيها ما تلقى. يعني هسه شوف الوضعية مال البنية هاي، طبعا اغلب الشخصيات اللي موجودة بهاي اللعبة اغلب اللي دا يستخدموها حاليا هم العرب، يعني هذا متعارف عليه انه شكو شغلة يشوفوها شوية منتشرة قبل ما شايفين الله مخبلهم. البنية لابسة هاي الملابس اللطيفة الجميلة الكارثية العظيمة، والفلوس هيك مطشرة، وسيارة فاخرة اخر موديل، وبطل المشروب بطل عرق يمها. يعني لاحظ الجماليه. هسه بالبدايه خلوا لك الحجاب وخلوا لك هاي الشغلات شو اسمه هذا ما اعرف احكي هنا أنا كافي، لان اذا احكي هنا احتمال يخرب الفيديو. وبنفس الوقت مخلي لك العرق، يعني هو هاي بعد لهنا وانتهى الفيلم. هيو فضحتونا علي اللعبه ماخذه صدى واسع مو طبيعي. يعني بما ان التيك توك هو اكثر برنامج يعني مشاهدات بالعالم، الاول بالعالم بالمشاهدات، يعني كلها تستخدمه. اللعبه اي فيديو عليها اقل شيء فد مليون مشاهده كل فيديو. يعني طبعا اهل البيجات انا اللي قاهرني واللي مموتني واللي مكرهني بحياتي اهل البيجات. اهل البيجات بس يشوفوا لهم شغله هيك شويه تجيب مشاهدات، قبل هيك حتى لو شغله تضر بالمجتمع، حتى لو شغله مو زينه راح صور الفيديو ومنتجه وما ادري شنو ونشره عادي. حتى لو بشغلات مثلا شو اسمه هاي اهم شيء المشاهدات. العب 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 ولك يابا. عم طفوا النت طفوه هاي انفضحنا خلص. والله انا هسه شو اريد احكي ربي انت بعد اعرف عليك النبي محمد اقرضهم ماكو هيك وضعيه. يعني لعبه وصلت يعني معقوله جاي توصل لهاي المرحله الوضعيه؟ والله شغله تدوخ صراحه. اللعبه تصير بيها هيك اشياء يعني والله ما اقدر اعرض لكم الفيديو كامل. لا اعرض لكم الفيديو كامل احتمال يعتبروه محتوى اباحي. يعني وضعيه كثيفه. وانا عايشه في مشاكلي وبعمل اني ناسياها، وحتى العيشه اللي عايشاها انا اوقات ومن جوايا نار رايقه. الصراحه انا هاي اللعبه جاي تدوخني بشكل مو طبيعي. يعني لعبه نفس من الاداء، وبنفس الوقت المصمم مال اللعبه هذا الزباله ابن الزباله، بحيث جايب هاي الوضعيات مال شو اسمه، يعني وضعيات كارثه. المشكله انا هسه بدي اعرض لكم اياها بس ما اريد احصل ذنوب براسكم. يعني هسه انا اعرض لكم اياها على مود تشوفوها وتضوجون من عندها واحصل ذنوب انا، لا هذا الشيء ما مقبول. حبيبي نيتي صافية وانت هتجي هنا بالعافية، تهرب وتروح فين مني؟ ده انا دكتورة في الجغرافيا، ما تيجي قوم عقلها قولي بحبك ما تقولها. هي واضح جدا نيتي صافية جدا. وضعيتك بهاي اللعبة وناشرة هاي الأغنية وهذا الرقص. طبعا هم مستغلين الناس انه هاي اللعبة بها رقصات وما ادري شنو، ويجي الطفل او المراهق يشوف طب هاي اللعبة يشوف وضعيات بعد ما يطلع من عندها انه بيصل لوهج بالزايد. هي انا طلابة الأظمة. طبعا هنا وصلنا لنهاية الفيديو اللي اتمناه يعني من اللي منزلين هاي اللعبة انه يمسحوها، لان والله العظيم راح تأثر عليكم بالمستقبل بشكل مو طبيعي. لا تستهين بالوضعية، يعني انه هي لعبة وعادة واذا لعبتها وبها شغلات، لا هاي بالمستقبل راح تأثر عليك بشكل مو طبيعي. وما اقدر اظل اشرح بهذا الموضوع لان يطول الفيديو اكثر من اللازم. بنفس الوقت الاباء والامهات
يعني اترجاكم انتبهوا لاطفالكم. يعني ترى ما راح تخسر شيء اذا مثلا باليوم تشوف التليفون مال ابنك او بنتك، يعني تباوع له، ترى طبيعي وهو طفل، يعني لازم انت يعني لازم تربيه، لازم تتعب عليه. لما تشوفه جاي عن شنو يبحث شنو منزل، ترى شيء طبيعي، يعني انت ما راح تخسر شيء، وبنفس الوقت يعني راح تربي ابنك على شغلات صحيح، ما تخلي انه على هاي الشغلات الخطأ وهاي الالعاب وهاي الوضعيه. طبعا هو التيك توك كان من البدايه اساسا ايش قد نوهت انه لازم الاطفال ما يباعون للتيك توك، لا يعني لا، التيك توك مو للاطفال والكعبه مو للاطفال، راح يخرب عقولهم، راح يدمرهم، هم المراهقين والكبار جاي يدمرهم لانه طفل وينمو بالتيك توك هيك. المهم ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا به واخذتوا عبره من الدوله وشي بسيط. قبل لا تروح لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني احبكم هواي. باي.